لو ناوي تروح المتحف المصري لازم تسمع الفيديو ده الأول، مش عشان أقولك تشوف إيه، عشان بعد ما تسمعه هتشوف المتحف بشكل مختلف تماماً. كل حجر هناك ليه وش، وكل تمثال بيخبي سر، بس مش الكل بيقدر يفهمه. أنا هقولك على أهم القطع الغريبة اللي فعلاً ليها تاريخ موثق، بس كل ما تبص عليها هتحس إن في سر مستخبي جواها. تعالى وأنا أحكي لك عن تمثال إخناتون، من أغرب التماثيل اللي ممكن تشوفها في حياتك. وجهه مش ملكي، وجسمه مش متناسق، وملامحه فيها حاجة غريبة، كرش صغير وصدر واسع، ووش طويل، وعينين كأنها شايفة حاجة أبعد من الناس كلها. العلماء قعدوا سنين يحاولوا يفهموا هل ده مرض نادر، ولا إخناتون كان بيحاول يقول للعالم إن الإلهة دول لا ذكر ولا أنثى فخلى نفسه كده. الغريب إنه كل تماثيله بنفس الشكل بالظبط، كأنه كان عايز يخلي الناس تفتكر وشه الغريب أكتر من أي معبد بناه. واوعى تنسى تشوف النقوش اللي مرسومة على كرسي توت عنخ آمون الذهبي، منقوش عليه توت وزوجته في مشهد بيضحكها وبيطبطب على كتفها. العلماء قالوا ده أول مشهد حب في التاريخ كله، لأن الملوك ما كانوش بيظهروا مشاعر أبدا. وتميمة عين حورس كلنا عارفينها كرمز للحماية، بس التميمة اللي في المتحف دي لها قصة مرعبة. لما اتنقلت للفحص واحد من المختبرين قال إنها بتصدر طاقة غريبة. بعدها بيومين حصل انفجار صغير في نفس المعمل. الناس وقتها قالت دي لعنة عين حورس اشتغلت، لكن العلماء قالوا لأ، دي غازات متراكمة من مواد التحنيط. بس برضو محدش قدر يثبت السبب الحقيقي. والأغرب التميمة اتنقلت تاني بعد كده، ومفيش حد رضي يلمسها بإيده. فلو رحت المتحف المصري ما تعديش بسرعة، بص على كل تمثال كأنك بتسافر جوه زمن تاني. ولو حبيتوا الفكرة قولولي في الكومنتات احكي يا نونا، وانا هكمل لكم باقي القطع اللي محدش بياخد باله منها، بس كل واحدة فيها سر هيخليك تشوف التاريخ بعين تانية.